السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده وبسلام. النهارده فيديو جديد وحلقه جديده، ومعانا موضوع مهم، خبر لكل المغاربه ولكل محبين الكره ولكل معشقين النادي الملكي ريال مدريد من الوطن العربي. اشرف حكيمي يصرح رسميا انه يريد العوده الى النادي الملكي نادي ريال مدريد. أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق ولاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي ونجم منتخب المغرب وفخر من فخور العرب، يقول في تصريح رسمي ان هو يود العودة الى منزله الى نادي ريال مدريد، وان هو يميل شوقا ان هو يرجع يلعب في النادي الملكي مرة تانية. كلنا عارفين التفاصيل او قرينا في الاخبار او الفتره اللي فاتت عن مشاكل اشرف حكيمي مع نادي ريال مدريد، وكنا عملنا حلقه قبل كده لو دورتوا في القناه بتاعتي هتلاقوها عن مشاكل اشرف حكيمي مع ريال مدريد، المشاكل اللي ما بتخلص اللي دايما ما بين اشرف حكيمي وباريس سان جيرمان. اشرف حكيمي برغم ان هو نجم متوهج في باريس سان جيرمان، عمل بطولات كتير، شارك في مجهود اللاعب من افضل الباكات اللي موجوده في العالم دلوقتي. اشرف حكيمي من اسرع اللاعبين اللي موجوده في العالم، برغم ده كله مشاكله مع باريس سان جيرمان ومشاكله في الدوري الفرنسي ما بتخلص. وقال كمان ان هو في ريال مدريد ما كانش بيقابل المشاكل والضغوطات دي كلها، وان الموضوع بالنسبه له كان سهل واسهل من كده بكتير. اشرف حكيمي نجم ريال مدريد السابق قرر رسميا ان هو بيفكر في العوده لريال مدريد مره ثانيه. هل هيرجع اشرف حكيمي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه الفتره الجايه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.